يا اهلا بالحبايب. دي ديفر، لكن قبل ما ندخل في الحكايه والبدايه اعمل اشتراك ولايك، يا احلى مسا عليك يا زميل. بعد كده تعمل سبسكرايب للقناه. ديفر بتفضل تتفرج على نفسها وان في واحد بيكلمها من بره وبيقول لها ادي صورك اهو وادي الحوارات بتاعتك اهي، وانت مشهوره قوي على التيك توك وغيره من القنوات ومن غيره على النت. قال لها انا كده كده محتاج، بس تصدقي طلعت حلوه وجميله غير لما خطفتك وخدرتك. وهي بتفضل تعيط وبتدور على اي مساعده، وهو بيرد عليها وبيقول لها مفيش اي مساعده ممكن تجيلك هنا، وبيقول لها انت كده كده تحت مملكتي. انت كده بقى زي ايه اسكيب روم، يعني هاخد منك مهمات وانت هتعمليها، وكل مهمه هعمل لك عليكي احلى لايك. بتقول له يعني ايه؟ قال لها يعني هدي لك حاجه بدلها زي مكافاه يعني. فهمتي؟ انت مشهوره، انا اسمي تشارلز وانت ديفا، الصدق لايقين مع بعض. ادي دي هي المهمات اللي انت هتعمليها، يا كده يا بلاش. وخلي بالك كل ما هتقولي لي حاجه غلط هديكي عليها حاجة غلط برضو. فهمتي؟ يعني هيبقى في إيذاء جسمي وبدني. فهمتي الحكاية ولا لا؟ فهماني؟ وركزي وخليكي راكزة كده. وهي بتكون خايفة منه، بيقولها انت خايفة ليه؟ المهمات بسيطة جدا، انت مشهورة على النت، هطلب منك حبة مهمات مشهورة على النت وانت هتعمليها، ولا من شاف ولا من دري. ايه رأيك؟ بتقول له اللي انت بتعمله ده، طب انت عايز ايه يعني؟ ايه الاستفادة في كده؟ وبعد كده بيطفي النور وبيولعه، ولما بيولعه بيقول لها انت اهو هناك، وخلي بالك هي مرحلة وقت، المهمات بتاعتك بتبقى على أيام، وبيشرح لها طريقة المهمات. بعد كده هي بتكون نايمة وبتفوق بتلاقي اللي هو فك الدنيا كلها، وبنبدأ المهمة الأولى. أول مهمة على طول بتبدأ اللي هي مفروض تجمع 1000 لايك في الساعة، وبتفضل اللي هي تدور على مساعده، مش مهتمه قوي بالمهم. وهو بيقول لها مفيش حد هيسمعك هنا، هنا انا قلت لك اللي انت بعيده قوي عن الدنيا وبعيده عن اي حته، انت هنا تعتبري في حته الصحراء. وهي بتشوف كده اي حاجه عشان تعرف تضربه بيها، وبيقول لها اوعي تفكري انك تعملي حاجه غبيه، ركزي في المهمه وانت غير مضطره اللي انت بتعمليه. انت على فكره كل ما تعملي مهمه هتاخدي مكانها مكافاه. قالت له طيب يعني انت عايزني اعمل لك مهمه اولى وبعد كده تديني مكافاه؟ قال لها بالظبط. قالت له طيب اول مهمه اهي، انت عايز ايه يعني؟ قال لها عايزين نعمل 1000 لايك في ساعه وانتوا موجود، وبتشتمه. وبنعرف اللي هو بعد كده ضربها وبيعمل حبه حاجات. بتقول له انت عملت ايه وانت بتعمل رجلي كده؟ انا متبنجه من رجلي، في ايه؟ بيقول لها عشان انت عملتي لي حركه غلط في اللي فات، فانا اضطريت اقطع صبعك، اعمل ايه؟ اخده تذكار. وهي بتفضل زعلان، بيقول لها ايه يعني في ناس عايشه بتسع اصابع؟ ده متنمر متنمر. بتقول له طب انت ليه بتعمل كده؟ انت في ايه يعني؟ انا لما اعتقد لا انا قلت لك اي حاجه غلط هتعمليها هتاخدي مكانها المكافاه، والمكافاه اللي انا قطعت صبع. وخلي بالك كل حاجه هتكبر مع الوقت، يعني المره دي صبعك، مره كليه، مره كبد، مره دماغك، مره عينك، وهكذا وهكذا. قالت له يعني انت كل اللي انت عايزه مهمات؟ قال لها ايوه بالظبط. قال له طب انت ليه بتعمل كل ده؟ قال لها عشان ابين شخصيتك الحقيقيه، علشان انت محبوبه على النت ومشهوره بالحب الخير واللطافه والجمال، فانا عايز اطلع شخصيتك الحقيقيه. فبتشتمه تاني، بيقول لها انا قلت لك اي حاجه غلط هاخد رجليك المره دي. بعد كده بتهدى وبتقوم من النوم، بتلاقي ان في واحده قاعده جنبها، هي حلوه بصراحه، وبتقول لها انت اسمك ايه وجيتي هنا ازاي؟ قالت لها انا اسمي سيرينا، ما اعرفش اي حاجه، انا جيت هنا وكنت متخدره، انا ما اعرفش انت مين، انت كمان عايزه مني ايه؟ ابعدي عني. قالت لها احنا لازم احنا الاثنين نفكر علشان نعرف نخرج من هنا، لان المجنون اللي بره ده مش هيستنى كتير علينا انا وانت. قالت لها طب هنعمل ايه انا وانت يعني؟ قالت لها سهله قوي، هنفضل انا وانت مع بعض ونحاول ان احنا نهاوده وناخده على قد دماغه لحد ما تيجي الشرطه وتاخدنا من هنا، وكده كده هم يعرفون. قالت لها استني استني، انت ديفر؟ قالت لها اه. قالت لها ده انت من المفقودين. قالت لها احي. قالت لها يعني هو ايه ده يعني احنا مختفيين مالنا كتير؟ قالت لها ده انت كتير قوي، انت كملت اسبوع. قالت لها اسبوع وانا هنا؟ قالت لها اه. قلت لها طب وبعدين؟ خلاص احنا هنحاول ناخده على قد دماغه، انا هعمل له المهمه اللي هو عايزها. قالت لها هو طلب منك ايه؟ قالت لها 1000 ريال في ساعه. قالت لها نعم يا اختي، هتجمعي منين؟ وبيبدا الصوت يتكلم، بيقول لهم دي المساعده اللي هتبقى بتاعتك وانت مسؤوله عنها في كل حاجه، وكل ما هتعملي مهمه زي ما قلت لك هتاخدي مكافاه، غير كده انت عارفه ايه اللي هيحصل لك. وان سبرينا معاكي جديده، فيا ريت تقولي لها على القواعد، علشان لو قلت ادبها المره دي مش هتبقى على صوبع، هتبقى على رجل كامله، فاهمه؟ وبعد كده بتقول لها، بتقول طب استني انا هعمل اول مهمه. قال لها يلا اعملي، ورينا همتك كده يا جدع، واهم حاجه المهمه وتكون صور حلو. وفعلا بتدخل او بتعمل اول مهمه وبتتصور صوره كده، لان الانستجرام بتاعها كتير، لان الانستجرام فيه 400,000. وبعد كده بيقول لها خلاص، وبعد ما تتصور بيفضلوا هما الاتنين مستنيين الصوره او مستنيين ايه اللي هيحصل في خلال الوقت ده. وهو بينزلهم بيقول لهم خلي بالكم فاضل لكم 10 دقايق وانا هعرض لكم ان البوست كام لايك. وبالفعل
لما الوقت بيعدي وهما الاتنين بيفضلوا يدردشوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض اكتر، وبيفضل ثواني صغيره وبنعرف انها ما كملتش الالف، كان فاضل لها اتنين او فاضل لها واحد على الالف، بتقول له كمل الالف قبل ما يصفر، لكن مش بتلاقي اي نتيجه، وفعلا بتطلع الدنيا بايظه. بيقول لها انا قلت انت كده هتزعلي مني قوي وكده، انا زعلت. قالت له طب استنى، قال لها مفيش حاجه اسمها استنى، 1000 لايك وكل ده بيتكلمها في المايك، قال لها انا جاي لك دلوقتي. وبتفضل تعيط لانها عارفه ايه اللي هيحصل بعد كده، او عارفه ايه اللي جاي بعد كده. بتقول لها احنا كده رحنا بلاش. وبالفعل بيطفي عليهم المخزن وبيفضل تطفي، وهي بتحاول تدور على اي مساعده او بتهيئ نفسها، لكن بعد كده بتدخل في غيبوبه. بتكون صاحبتها زعلانه عليها وبتقول لها هو في ايه؟ قالت لها مفيش اي حاجه حصلت، انا حاولت ان انا امنعه لكن ما عرفتش، خدرني انا كمان وضربني كتير وما عرفتش امنعه من اللي هو عمله فيك. انت عارفه هو عمل فيك ايه؟ قالت لها ايه يعني؟ قالت لها اخد منك الكليه بتاعتك، حته كليه كده على السريع. قالت لها نعم يا اختي، كليه ايه؟ ازاي اخدها في الوقت ده؟ قالت لها هو ده اللي حصل. وبتفضل كده مصدوم الكلام. قال لها انا قلت لك اعملي المهمه تاخدي مكافاه، ما تعمليش المهمه هاخد حاجه من جسمك. هي دي، والقواعد بسيطه علشان بعد كده تيجوا تلعبوا الاسكيب روم زي ما انتوا عايزين، وهو ده اخره النت. قالت لها معلش هعمل لك ايه؟ لا انتوا الاتنين المره دي هتتحدوا مع بعض في مهمه، والمهمه هتكون كالاتي: يا اما انت تحرريها يا اما هي تختار انها تحررك. كده كده في واحد هيخلع وفي واحد هيفضل قاعد معاه. بسيطه قوي المهمه وما فيهاش اي حاجه. المره دي طلب منهم 5000 لايك في ساعتين، اذا كان هي 1000 لايك في ساعه ما عرفتش هتعمل دي ازاي، ما نعرفش. ولا يا ريت تبقى المهمه دي سريعه لاني بدات ازهق. وبعد كده بتتصور صوره وبتقول له ارفعها، وطبعا زي ما انتم عارفين بتكتب كده حاجات في العنوان كده مش مفهومه، وبرده مش بتحقق المطلوب منها. بيبقى 4499 لكن بيفضل نص ساعه. ممكن نص ساعه دي كل حاجه تتغير فيها، وبيفضل العداد يعد وهي متابعه وبتكون خايفه لان المره دي هو قال لها هاخد حته من عينيكي. وبيفضل هو كمان متابع، وفعلا بتنجح اللي هي تحقق المهمه وتحقق ال 5000 لايك، وهي بتكون فرحانه وهو بيسقف لها وبيقول لها نجحتي اللي انت تودي المهمه، نجحتي نجاح باهر. وفي ساعتين بس طلب منهم بقى مهمه تانية وهي 10000 لايك. قالت له انت مجنون، ازاي هنعملها دي؟ وبتفكر في فكيره. بيفضلوا 5333 وهي بتفكر انها تجيب مشتريين او تجيب متابعين كتار. وبالفعل بتنفذ الفكره دي انها تجيب متابعين وبتشتري المتابعين من 9 بدات 5300، وبيفضل العداد يعد اكتر واكتر. وبتكون سنه بتقول لها احنا عملنا حاجه غلط وهو هيكتشف كده. قال لها مش هيكتشف الكلام ده، احنا هنشتري متابعين ولا من شاف ولا من دري وعلى عدد المتابعين اللي هو عايزهم. وفي الاخر بتفضل تتفرج، وكانت يعني عايزه المتابعين يتضافوا في الوقت الاخير على اساس اللي هو ولا يحس بحاجه غلط ولا يبقى في اي حاجه غلط. بتقول لها بقول لك ايه؟ قالت لها قول. اعملوا لايك وسبسكرايب واشتركوا للقناه. وبتفضل تتفرج كده، فجاه بيبقوا 9300، وبعد كده بيكتر اكتر واكتر. وبنلاقي اللي هو العدد بعد كده اتخطى، وانهم عملوا المهمه عن طريق شراء روبوتات ومتابعين مزيفين. وبعد كده هم بيتفاجئوا بيقولوا ده ايه ده كده هيلاحظ ده عدى حد المطلوب، عمل 30000. وهو بعد كده بينزل له وبيقول لها انت فاكراني اللي انا تلميذه ديفر؟ ده انا عرفت ان انت اشتريتي متابعين وروبورتات، اصل ما فيش اي حاجه، يعني انا واخدك ومخدرك وخفيك عن هنا، وهتعدي عليا مرحله من المراحل دي انك ممكن تشتري متابعين. انا الكمبيوتر بتاعي بيبين فين المتابعين الاصليين والمتابعين الفيك، علشان كده خلاص هضطر اقتل واحد فيكم وواحد تاني هو اللي هيكمل. بيفضلوا هما الاثنين يتحركوا وبيحاولوا اللي هما يتوصلوا ليه، وبتحاول تقول له انا اللي عملته وسيبها هي تمشي. قال لها يعني انت اللي عملتيها؟ قالت له اه. قال لها طب قولي لي كده عملتيها ازاي؟ وطبعا بتتلجلج في الكلام ومش بتعرف. بيقول لها عشان انت ما عملتهاش، هي اللي عملتها وهي اللي اشترت متابعين وانت كدبتي، والكذاب طبعا لازم نخلص منه. وديفر بتفضل بصاله كده وهو بيعمل ايه، وهو بياخدها وبتقول له سيبها وهو بياخدها ويخدرها وبيقول لها ثانيه بقى كده هخلص حاجه في ايديكي وراجع لك تاني على طول. وهوب طبعا انتوا عرفتوا هو عمل ايه في المرحله دي وتخلص من سيرين. وده كان بيبقى كارت تاني علشان يقول لها اللي هو عملته. قال لها انا طلبت منك تعملي مهمه تاخدي مكافاه، ما تعمليش المهمه هاخد حاجه من جسمك، لكن انت ورطت صاحبتك وصاحبتك ذنبها في رقبتك، علشان كده انا مضطر اجيب واحد معاكي تاني، ويا ريت تعرفي تمشيها المره دي، لان المره دي مش هقتلها هي بس، هقتلك انت وهي بس هعذبكم. وفي الاخر بتلاقي واحده تانية واقفه اسمها جوليا، وجوليا بتقول لها انت مين وانا ايه اللي جابني هنا وايه اللي بيحصل هنا؟ بتقول لها اسكتي بقى اسكتي بقى خليني ابدا افكر، ده طالب مهم. قالت لها مهمه مين ومين المقنع اللي بيجي كل شويه ده؟ قالت لها اقعدي بقى عشان احنا الاتنين ممكن نموت دلوقتي حالا بكلامك اللهبل ده. وبتفضل تفكر. والمهمه الجديده 50000 لايك
في ال6 ساعات. ازاي؟ ما تعرفش. وبيقول لها دي المهمه الجديده، والمهمه بتكون المره دي اغبى بكتير. بتحاول هي تتكلم معاها، بتقول لها انت محتواكي ايه؟ بتقول لها انا كوميديه اساسا، ماليش دعوه بالعوق ده كله. قالت لها كوميديه؟ هي ناقصه عيافه. قالت لها الكوميديه مش هتجيب معانا، محتاجين نفكر اكتر واكتر. بتحاول هي تفكر، بتقول لها بصي انا عندي فكره، لكن الفكره مش هتعجبك كتير، لكن هتلاقي يلا اي حاجه تخلصنا من المجنون اللي واقف بره ده. اوام يلا بسرعه لان انا بدات امل اوام. قالت لها تملي؟ ده احنا هنتشوي على جهنم دلوقتي. قالت لها طيب ايه مهمتك او ايه اللي انت هتعملي؟ قالت لها بصي الحل الوحيد اللي احنا هنبقى بالسكليت انا وانت. وفعلا هما الاتنين بيمثلوا انهم انتوا عارفين طبعا. وبتحاول هي تخون كمان صديقها، والتاني خانت صديقتها. يعني في حوار كده مش مفهوم، انتوا فاهمينه يعني لان انا مش عارف اوضحه يعني. وبتفضل تتكلم كلمتين وبتقول له انا خنتك وهي احسن صاحب عندي. وفعلا بتقول لها هو ده اللي كان الطريق اللي انا اقدر اعمله. بتقول لها هو ده الطريق اللي كان متوفر وحيد ليا انا وانت علشان نقدر نتخلص من المجنون اللي واقف بره على الباب ده. انت ايه ده؟ قالت لها انا ليا صديقه ودلوقتي هتسيبني بسبب الهبل اللي انت عملتيه لانك مشهوره وكمان نزل على صفحتي الفيديو ده، معنى كده ان انا انفصلنا انا وهي. قالت لها طب خلاص بقى يعني هنعمل ايه؟ قالت لها ما احنا كده كده هنموت، يا اما تنفصل يا تموت، وممكن نصالحها بعد كده يعني عادي مش مشكله. قالت لها مش مشكله، انت ما عندكيش اي مشاعر ولا اي حاجه، انا كنت فاكر ان عندك مشاعر. قالت لها مشاعر في الحوارات دي غلط. قالت لها طيب كده احنا عرفناها. قلت لها ماشي كده كده خلاص، هي خربانه خربانه. وبتقول لها طب خلينا بقى متابعين على الشاشه كده، عايزين نعرف عملنا كام لايك ولا عملنا اي حاجه علشان نبدا نمشي من هنا، لان باين كده اللي احنا هنتعلق من هنا طول عمرنا. وبعد كده بيفضلوا هما الاتنين يتوحدوا مع بعض. وقالت لها بقول لك ايه، ما تيجي انا وانت نعمل عركه ونضرب بعضينا، وبعد العركه دي ممكن نجيبه ونحاول نغفله ونتخلص منه. قالت لها فكره حلوه. قالت لها ايه رايك؟ وانت عايز ايه مني؟ ما انا اتخلصت. وهما الاتنين بيعملوا اي عركه يعني عركه فيك كده، وهو بيضطر بعد كده بيشوفهم من الكاميرا. وهما الاتنين بدأوا اللي هما يتعاركوا مع بعض كده وكده، هي تضرب حبه هو يضرب حبه، هي تضرب حبه، الاتنين بيضربوا بعض عادي جدا. هو بعد كده بينزل لهم وبيضربهم هما الاتنين وبيقول لهم انا قلت لكم المهمه اللي احنا عايزينها، المهمه دي قدامكم وتنفذوها، لو عملتوا اي شغب او اي حاجه تاني هتخلص منكم هما الاتنين. بعد كده هو اساسا اتخلص منها، فهو بيقول لها هتخلص منك بقى، يعني هو اتخلص منها عشان هما تعاركوا. وبعد كده بيقول لها عندك وقت قليل، يا اما تعملي المهمه يا اما المره دي هعذبك قبل ما هقتلك. بتقول له طب انا اعمل ايه؟ قالت له طب طالما هي خربانه خربانه وانت كده كده هتموتني في الاخر فاحنا ما عندناش حل. قال لها انت هتعملي ايه يعني؟ قالت لها هتشوف انا هعمل له ايه، كده كده هي بايظه فما مش مستاهله، ومش مستاهله ان انا اعمل حاجه. تمسك حته حديده وبتقول له راقبني بقى هعمل فيك ايه، وهوب بتكسر كل شاشه بتلاقيها قدامها. الشاشه الاولى خلصت عليها، الثانيه خلصت عليها، وبتشتمه طبعا اكيد عرفت هي قالت له ايه يعني. وبتقول له اللي عندك اعمله. بتكسر كل الشاشات اللي موجوده او هو اللي معلقها في المخزن، وبتقول له كده خلصنا باللي انت عايز تعمله. وبتطلع فوق وبتفضل قاعده له على جنب على اساس اللي هو يدخل وهي تغفله، على اساس اللي هو ما عندوش نظارات ليليه، وبيمسكها وبيعلقها. وبيفضل بعد كده يجي لها ويقول لها انا قلت لك اخر مره هقتلك، بس قبل ما هقتلك عشان تشتري حياتك ومشيك وده عقد عليا انك تقولي شخصيتك الحقيقيه اللي هي كانت هنا مش اللي بره المثاليه. قالت له يعني انت عايزني اقول كده؟ قالت له على شرط اقلع الماسك اللي انت لابسه. وبيقلع لها الماسك وبيقول لها هتعملي كده هسيبك وتروحي مكان ما جيتي، غير كده هقتلك اكتر من مره بس هعذبك، وعذاب المره دي هيكون كبير جدا. قالت له طب انت عايزني ايه؟ قال لها تقول على شخصيتك الحقيقيه وتعترف المتابعين اللي عندك انك مش مثاليه زي اللي بتعملي بره، ولازم تبيني انت هنا زي اللي بره، شخصيتك الحقيقيه كانت هنا جوه في المبنى ده، وكل اللي اتعامل معاكي قال كده اللي انت موتيهم، حتى انت ولا عيطت عليهم ولا اي ذنب. ده انت ايه ده انت فيك على الاخر، لازم تقولي كده. يعني الفيلم كله بيدور ان اللي على التيك توك او على اي نت او على اي حاجه يعني تطبيقات، يعني ولا تصدق الحاجات اللي موجوده على النت او الحاجات اللي غيرها يعني الموجوده في الحتت دي. وبعد كده بيفرد لها شعرها وبيقول لها كلها مرحله وقت وهظبطك. وبعد كده بتبدا تعترف، بتقول لهم اهلا يا متابعين الجميل، انا دلوقتي مش الشخصيه اللي انتوا عرفتوها، هقول لكم على كام حقيقه كده عليا. انا كنت شغاله وكنت بحب وحبت حاجات كده عن شخصيتها احنا مش فاهمينها، وانها جدا بتكره الاطفال وبتكره اي اتنين بيحبوا بعض، وانها حابه نفسها تكون كده، والفقراء بيبقوا تافهين جدا في نظرها، وانها مش بتحب اي حد فقير، وانها بتحب الاغنياء اكتر من الفقراء. وبتفضل تقول حبه كلام كده من الكلمات العنصريه، وقالت حبه كمان على يعني اي كلام عنصريه اللي انتوا فاهمينه ده، علشان ايه ما ناخدش في تفاصيل اكتر من كده. وبعد كده تقول انا عملت اللي انت عايزه يلا بقى ماشيين. لكن هو بعد كده بيطلع اللي هو عامل عليها خدعه، وهي بتفضل تعيط لان الخدعه دي هي عرفتها. تعرف ايه يا رفيق الخدعه دي؟ ان الخدعه اللي هو عمل كل الكلام ده علشان تقول الحوارات، وانه ولا عمل حد ولا اتخلص من حد ولا عمل حاجه في حد، وهو جابوا لهم الاتنين علشان يقولوا لها اللي انت طلعتي شخصيتك الحقيقيه
بدل الفيك اللي انت كنت لابساه، وبيطلعوا هما الاتنين حيين ولا في اي حاجه، وان كل اللي كان قدامها ده عباره عن شو علشان تعترف بشخصيتها الحقيقيه وانها مش مثاليه زي ما هي موجوده في النت، وبتفضل باصه ومصدومه ان هما تمام وهم مفهومش اي حاجه. يقول لها انت المفروض تشكريني لان انا عرفت احررك من الشخصيه اللي انت فيها دي، وانت بتكبري كتير على فكره، انت المفروض تكوني فرحانه. وبعد كده بنرجع تاني المشهد اللي هو بيكون خاطف واحده وبيعمل نفس اللي عملها مع دينفر، لكن بس بعد كده دينفر بتكون معاه وبيقول لها على قواعد اللعبه الجديده وانها لازم تلعبها، ويعمل احلى لايك واشتراك كده، واعمل سبسكرايب، واشوفك فيديو جديد كده. معاكم زياد خلف الله، مع السلامه.